السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بيكم في قناتي سهلة وبسيطة، إن شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بسكوت التمر بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية جدًا، مكونات كلها موجودة في البيت وكمان هنعمله في الخلاط، يالّا مع بعض نشوف الوصفة، بس قبل ما نشوف الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. أول حاجة معانا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، نُص كوباية من السكر، نُص كوباية من الزيت، طبعًا معانا فانيليا، هننزل بالمكونات دي كلها في الخلاط. أول حاجة هتبقى معانا البيضة والسكر ونضربهم مع بعض كويس جدًا لحد ما نتأكد إن السكر داب. بعد ما نتأكد إن السكر داب كويس، هننزل عليهم بنُص كوباية من الزيت، ونضرب المكونات دي كلها مع بعض كويس، طبعًا ما ننساش رشة الملح. بعد كده هنبدأ نحضّر المواد الجافة، أول حاجة معانا كوباية ونُص من الدقيق، طبعًا الدقيق نخلينه، معانا معلقة كبيرة من النشا، معلقة كبيرة من اللبن البودر، نُص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بنقلب المواد الجافة مع بعض كويس جدًا، بعد كده بننزل عليهم بالخليط السائل الموجود في الخلاط. ما تسيبيش أي حاجة في الخلاط عشان ده بيفرق معانا بعد كده في قوام عجينة البسكوت. في الأول هنقلب بالمعلقة لحد ما يختلطوا ببعض، بعد كده هنبدأ نلم العجينة بإيدينا، إحنا بس بنلم مش بنعجن، مجرد ما يختفي الدقيق بنوقف على طول. أنا هنا كانت العجينة لسه ناشفة معايا فزودتها معلقتين كبار من اللبن. ابدأي انتي بمعلقة واحدة من اللبن لأنها ممكن تاخد أزيد أو أقل حسب نوع الدقيق، لحد ما توصل معاكِ العجينة طرية مش بتلزق. خلّي بالِك إن العجينة دي طول ما بتعجني فيها بصوابعِك هتحسيها عمّالة بتلزق في صوابعِك، أحسن إنِّك تلميها بالطريقة دي ما بين إيديكِ. بعد كده بنختبرها، بناخد قطعة من العجينة ونكورها، بنضغط عليها، لو عملت تشققات يبقى كده محتاجة لبن، لو ما عملتش يبقى كده العجينة مضبوطة. لمّي العجينة كده بإيدِك زي ما أنتِ شايفة، وبعدين سيبيها ترتاح 10 دقايق، وتعالي نحضّر العجوة. معانا 300 جرام من العجوة، معلقة كبيرة من الزبدة أو من السمنة، وطبعًا لمّا بتحبي القرفة أو الحبهان حطّي براحتك زي ما أنتِ عاوزة، بعدين بتدعكيهم في بعض كده لحد ما العجوة تطرى، بعدين هنبدأ نعمل العجوة رولات زي ما أنتِ شايفة كده، وهنخلّص الكمية كلّها. بعد كده هنا العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق هنبدأ نشتغل فيها، هنبدأ ناخد جزء منها نشتغل بيه، وطبعًا هاغطّي بقية العجينة بكيس تلاجة عشان ما تنشفش منّي. هافرد الجزء اللي أنا أخدته على كيس من التلاجة، الكيس التلاجة هيسهّل لي التعامل مع العجينة، لإن العجينة طرية جدًا زي ما أنتِ شايفة كده، وهابدأ أفردها. أنا عايزة أفردها مش بسمك تخين، وطبعًا مش بسمك رقيق أوي لدرجة إنها تتكسر منّي وأنا باعملها، زي ما هاوريكِ كده. أنا هنا كده فردتها خلاص. أنا هنا باوريكِ سمك العجينة، زي ما أنتِ شايفة كده. هابدأ بقى أجيب رولات العجوة وهادّيها تبطيطة بسيطة كده، هافردها فردة بسيطة، وهابدأ أحطها على العجين، وأبدأ بقى أشيل معايا الزيادات، أساوي العجينة، وطبعًا الزيادات دي هارجع أشتغل بيها عادي تاني جدًا، وهارجع أفردها تاني، وبعد كده هابدأ أطبّق العجين على بعضه باستخدام كيس التلاجة، زي ما أنتِ شايفة كده. كيس التلاجة مسهّل لي التعامل معاه خالص، لإن العجينة طرية جدًا. أنتِ بتلمّي العجينة في كيس التلاجة زي ما أنتِ شايفة بكل سهولة، وأبدأ أقفّل الأطراف اللي ما اتقفلتش عادي جدًا خالص، وأبدأ أساويها تاني. هارجع أحط الكيس وأرجع مثلًا بالنشابة أفردها فردة بسيطة كده. بعد كده هارجع أقلبها على الوش التاني عشان هيكون سطحه مساوي أكتر. بعد كده هاجيب شوكة وهاعمل الشكل وهاضغط بالشوكة وأعمل الشكل ده. اضغطي بالشوكة عشان بعد تسوية البسكوت ما يروحش الشكل منها. بعد كده هابدأ أقطّع البسكوت للحجم اللي أنا عاوزاه. بعد كده هنرصه على صينية مسحوقة مسحة زيت خفيفة، ولو في ورق زبدة طبعًا يكون أحسن، وبعد كده تدخل الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة. بتحركي الصاج لحد ما تاخد اللون ده، وطبعًا لو خد لون من تحت ولسه من فوق ما خدش بتفتحي الشواية. أول بقى ما يطلع بتسيبيه يهدى دقيقة كده وتبدئي تحركيه عشان ما يلزقش منِك في الصينية. طبعًا لو موجود ورقة زبدة مش محتاجة تعملي الخطوة دي خالص لأنه هيطلع معاكِ بكل سهولة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.